اهلا بيكم. كنافه الطاسه كنافه مميزه قوي لان هي سهله قوي وسريعه قوي، وكمان مميزه ان هي بتتحشي بحشوه جبنه. طبعا كلنا بنعمل كنافه، بس عايزين نغير بقى في الحشوات وفي اطعمه الكنافه. سهله جدا، جميله جدا، بتتعمل في وقت سريع، بتطلع نتيجه مضمونه جدا. بصوا جمالها حلوه قوي، بتتكلم عن نفسها بجد. لو اول مره تشوفوني انا هاله، يا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو عجبكم فيديو ان شاء الله. تعالوا بينا بقى نشوف عملنا الكنافه الجميله قوي دي ازاي. هبدأ أول حاجة بالشربات. عندي كوباية ونص من السكر. بنستخدم طبعا في الشربات بتاع الحلويات السكر العادي مش السكر البودر. وهحط عليهم كوباية الا ربع من المية. هقلب بالراحة جدا في النص كده، أنا مش عايزة السكر بتاعي يجي على حروف الحلة بتاعتي، علشان مش عايزاه يسكر معايا. نخلي بالنا قوي، السكر لما بيجي على الحروف بيخلي الشربات يسكر. هسيب الشربات كده ياخد كده يغلي كده، يعني ياخد غلوة 5 دقايق، وبعد كده هنزل عليه بنص عصير ليمونة واسيبه يغلي حوالي 5 دقايق كمان. وفي الأثناء دي بقى هضيف معلقة من مية المورد، بتخلي طعمه جميل جدا جدا جدا، بتخلي طعم الشربات في حتة تانية. لو عايزين نحط فانيليا مفيش مشكلة، بس أنا شايفة إن مية المورد في الحتة دي يعني بتدي طعم حلو جدا، وبتغير طعم الشربات نهائي يعني. بتنقل لنا الصنف الحلو لصنف فخم جدا كده. هسيبه يغلي 5 دقايق كمان، وهطفي عليه وهسيبه يبرد على جنب. طبعا احنا عارفين كلنا يبقى الشربات لازم يبقى بارد، والكنافه هتبقى سخنه ان شاء الله. عندي بقى هنا الكنافه بتاعتي، هنعمل ايه؟ هجيب الطاسه كده، وعندي كوبايه كبيره من السمنه السايحه. يعني يا ريت يا ريت تبقى سمنه بلدي، طبعا انتوا عارفين الحلويات الشرقيه روحها في السمنه البلدي، يعني بتطلع لنا نتيجه فظيعه. هحاول كده احط كميه حلوه من السمنه بتاعتي في الطاسه. اتاكد طبعا ان السمنه وصلت لكل حته في الطاسه، احاول كده اظبط الكميه بتاعتي. بعد كده بقى انا عندي نص كيلو من الكنافه. طبعا الكنافه لما بجيبها لازم افرزها في الفريزر، وبعد كده اطلعها افرمها بقى، لا اما بايدي او في الكبه. هنا عندي الكنافه بتاعتي ما كانتش متفرزه وقت كافي، يعني ما كانتش متفرزه نص نص يعني بس، فما اتفرمتش كويس معايا. بس من المستحسن ان هي تتفرم، تبقى ناعمه جدا، تديني نتيجه افضل وتتماسك مع بعضها كويس قوي في الطاسه كمان. هبتدي بقى افرد الكنافه بتاعتي في الطاسه كلها، واحاول بايدي كده وبعناية اشوف الحتت اللي مش فيها كنافه واحط فيها، اظبط الكميه بتاعتي كلها يعني. اي فراغات طبعا هملاها، هضغط عليها كده كل شويه، كل ما احط كده حاجه من الكنافه شويه من الكنافه يعني هضغط كويس بايدي لحد ما احس كده ان الطبقه اللي تحت كلها بقت سمك واحد يعني، مفيش حاجه اعلى من حته يعني، ولا حته فيها كتير شويه وفيها حته قليل شويه. ابتدي بقى اجيب طبق واضغط بيه كويس على القاعدة اللي أنا عملتها من تحت في طاسة في الكنافة. هتأكد كده إن أنا مقفلها كويس، يعني ضغط عليها كويس. هنيجي بقى بعد كده نحط الجبنة بتاعتنا. طبعا في الكنافة دي أحسن نوعين جبنة إن ممكن نستخدمهم هي الجبنة العكاوي أو الجبنة الحلوم. بس إذا ما لقيناش النوعين دول زي أنا كده هنستخدم الموتزاريلا، مش هتقول حاجة يعني. تمام. طب لو لقينا العكاوي أو الحلوم، هنجيبهم وهننقعهم مش أقل من 5 6 ساعات، لان هما بيبقوا حادقين. لازم نطلع منهم الملح ونتاكد كويس قوي ان هما خلاص الملح ما بقاش موجود. تمام. يبقى نكون متفقين لو لقينا العكاوي او الحلوم هننقعهم، مش موجودين هنستخدم نوع جبنه زي الموتزاريلا عادي، هو كده كده مش بيكون فيه ملح. انا هنا استخدمت اقل من ربع كيلو في الطاسه بتاعتي مش كبيره، بس اهم حاجه ان انا ما اخليش الجبنه بتاعتي تخرج على الحروف، وانا بحط الجبنه اخليها في النص ويا دوبك بره بسيط كده، مش عايزاها تخرج على الحروف علشان ما تتحرقش معايا بعد كده. خلاص كده خلصت كميه الجبنه. هبتدي اجيب بقى كميه الكنافه المتبقيه عندي. انا هنا زي ما قلت لكم ما استخدمتش نص كيلو، انا استخدمت ربع وحاجه بسيطه جدا فوقيه يعني زياده بسيطه. هبتدي اوزع بقى الكنافه واغطي الجبنه بتاعتي واتاكد كويس قوي ان الجبنه كلها متغطيه
وانا بوزع الكنافه علشان طبعا لما هقلب الكنافه بتاعتي ما تتلسعش مني والجبنه تسيح وتخرج من بين الكنافه وتلزق في الطاسه. هقفل عليها كويس جدا برضو. هبتدي بقى اجيب عندي بقيه كوبايه السمنه وهبتدي كده اسقي الكنافه بتاعتي. زي ما قلت لكم الكنافه او الحلويات الشرقيه عموما محتاجه سمنه كتير. احاول اتاكد بقى كده بعناية ان انا ساقيه كل حته من الكنافه، الجوانب وفي النص وفي كل حته. طبعا لو اخدتوا بالكم معظم الكنافه دي بتبقى معموله بلون كده اورنج حلو كده. مش لازم طبعا اللون ده لون غذائي على العموم بيتحط، ممكن نحطه واحنا بنفرم الكنافه عادي، بس انا هنا فضلت اعملها من غير الوان خالص. تطلع لونها ذهبي وجميل جدا جدا برضو، مش هنقف يعني. بس كده انا خلصت بقى كده الكوبايه بتاعتي، يعني ممكن احتاج معلقه سمنه مثلا زياده ولا حاجه، المهم ان انا احاول اغطي وش الكنافه كله بالسمنه. بعد كده بقى تعالوا نرفعها على النار. عايزين عين كبيره وتكون النار مش متوسطه، لا اقل من متوسطه، عايزين نار هاديه جدا. هسيبها كده بقى على النار لمده مثلا ربع ساعه. ههز الطاسه بتاعتي، لو الكنافه كده اتهزت معايا زي ما انتوا شفتوا كده كده خلاص، ابتدي بقى اشيلها من على النار واقلبها على الناحيه التانية. اكبر من الطاسه هبتدي اقلبها على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللهم بارك، واخده لون حلو جدا. هبتدي بقى احطها تاني في الطاسه، اظبطها بقى كده وهسيبها على نار هاديه برضو، يعني نقول 10 دقايق. كده بقى بعد ما خرجت من على النار قلبتها طبعا على الوش التاني. هنزل بقى عليها بالسيرب بتاعي والشربات بتاعي زي ما انتم شايفين تقل ما شاء الله وما سكرش، جميل جدا جدا جدا. طبعا الشربات بارد وهي سخنه، ممكن نحط الشربات دافي سنه علشان الجبنه تمط معانا، بس هنا عندي كان الشربات بارد. بس لو دافي سنه يعني مش هيقول لا، عشان بالعكس هيفيدني لان الجبنه عندي هي محشيه جبنه، فهتديني مطه معايا شويه. دقيقتين كده هيكون الشربات اتشرب. بصوا طعمها فظيع وشكلها احلى، وطبعا زي ما انتم شفتوا سريعه ازاي، بجد شكلها يفتح النفس. مش تاخد مننا وقت، واهم حاجه ان هي اتعملت من غير فرن، يعني لو ما عندناش فرن الفرن فيه مشكله نقدر نعمل الكنافه بمنتهى البساطه. تعالوا كده نقطع حته مع بعض بقى نشوف الجمال ده. جميله قوي رهيبه بجد، يعني مش عايزه اقول لكم، مش شكلا بس، لا طعما كمان، لازم تجربوها ان شاء الله. طبعا احنا لو مستخدمين بقى نوع جبنه من العكاوي او الحلوم كنتوا هتشوفوا المطه بتاعتها، بس طبعا ايه، الجبنه بتاعتنا موتزاريلا على قدها، فبس شغاله وماشيه وتمام التمام. عايزه اقول لكم بقى ان هي مقرمشه من بره وطريه من جوه، يعني كده ميكس كده جميل جدا جدا جدا، هيعجبكم جدا. جربوها، هستنى رايكم في الكومنتات، يا رب تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين وبخير.